5 ساعات بيضيعوا منك كل يوم. وانا علي احمد، واهلا بيك في فيديو جديد وكلمتين في دقيقتين كل يوم اتنين. نروح للانترو ونرجع تاني. لازم تكون عارف ان الناس الناجحة ما عندهمش وقت اكتر منك، ولكن عندهم تنظيم افضل منك. وعلشان تنظم وقتك بشكل قوي لازم تكون عارف ايه اللي هيخليك ما توصلش للتنظيم القوي ده. وعلشان كده معانا النهارده 3 حاجات لو قدرت ان انت تتخلى عنهم هتقدر تنظم وقتك بشكل قوي جدا. رقم 1، البعد عن السمارت فون. ويمكن اتكلمنا في النقطة دي كتير جدا، ولكن اي حد عاوز ينجح لازم يكون بعيد عن هذا الجهاز اللعين. طول ما انت قاعد وانت منغمس في اكونتات السوشيال ميديا، من فيسبوك ليوتيوب لتيك توك لانستجرام، لا وخلصت قعدتك على السوشيال ميديا قمت بقى نرفه شويه يا سيدي، نروح بقى نشوف الالعاب اللي على الموبايل ونمسك ونقعد نلعب على الموبايل شويه نرفه عن نفسنا. واخيرا بعد ساعتين قمت بقى تسيب الموبايل وتبدا تشتغل وتشوف شغلك وتحقق اهدافك. ولكن وانت شغال جالك نوتيفيكيشن على الموبايل بتاعك، واذا بان انت تمسك الموبايل خد لك نص ساعه و15 دقيقه كمان عشان ترجع تركز في اللي انت كنت بتعمله. فاي حد عاوز ينجح يا جماعه لازم يكون بعيد عن السمارت فون. حاول دايما تليفونك يكون بعيد عنك، او انت مفعل دايما الايربلان مود او قافل كل الاشعارات بحيث مفيش حاجه تشتتك. رقم 2، المماطله والتسويف. وعاوزك تاخد بالك من حاجتين مهمين قوي. انت عارف ايه الاصعب من انك انت تسوف؟ انك انت لو فضلت تسوف مره واثنين واسبوع واثنين واخيرا بعد اسبوعين جيت تقوم تبدا تشتغل بالفعل، هتلاقي نفسك بتتحسر على الاسبوعين اللي فاتوا. انك انت بدل ما كنت قايم في مستوى تاني دلوقتي انت لسه جاي تتعلم اساسيات. يعني لو انت جاي تتعلم جرافيك ديزاين وابتديت بالفوتوشوب وقعدت تسوف اسبوع والتاني وقررت تبدا في الثالث، هتلاقي نفسك انك انت بدل ما كنت رايح تشتغل على مشروع او تاسك معين، لا ده انت لسه رايح تتعلم الاساسيات. فالاصعب من التسويف هو الحسره على التسويف نفسه. الحاجه الثانيه انك انت هنقول يا سيدي انك انت ما سوفتش وابتديت بالفعل، هتقول لنفسك يا عمي ما فيش حد، انا بقالي اسبوعين بتعلم وما فيش حد قال لي انت بتعمل ايه، بقالي اسبوعين بذاكر وبجتهد وما فيش اي حاجه بتحصل. تلاقي نفسك اكتئبت واصبت بالاحباط وخلاص انت مش مكمل. اوعى تقع في الخطأ ده. الشيطان مش عايزك انسان شاطر، الشيطان مش عايزك انسان ناجح، عايزك تيأس وتكتئب وتصيب بالاحباط. وبعد كده لما تيجي تفكر تبدأ مرة تانية هتلاقي نفسك للأسف بتبدأ من الأول، لأن أكيد كل اللي أنت ذاكرته نسيته. فاوعى تقع في الخطأ ده. رقم 3، وده يمكن احنا عملنا عليها فيديو مخصوص، تحديد الاهداف اليوميه. فطبيعي جدا انك انت لو ما عندكش هدف يومي فطبيعي قوي انك انت هتفضل ماسك التليفون طول اليوم، ما انت ما عندكش هدف تحققه. هتفضل تماطل وتسوف لان انت اوريدي ما ابتديتش تكتب اهدافك علشان خاطر تقدر تيجي تاني يوم تقول والله لا انا عاوز اتشيك بوكس النهارده على الاهداف دي ان انا تمتها. مفيش حاجه بتحفزك او بتشجعك انك انت تبدا انك تكتب اهدافك اليوميه. انا بكره هعمل كذا وكذا وكذا، ده اكبر اثبات ليك ان دي حاجه تشدك انك يلا تبدا، يلا قوم اشتغل علشان خاطر تيجي في اخر اليوم وانت عامل تشيك بوكس على الاهداف دي كلها. ال3 حاجات دول لازم تخلي بالك منهم. تبعد عن الموبايل، تبعد عن المماطله والتسويف، ابدا اكتب اهدافك اليوميه. شكرا جدا ليكم وفي انتظاركم يوم الاثنين الجاي وكلمتين في دقيقتين كل يوم اثنين.